بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقات سابقة اتكلمنا عن موضوع كان يهم الناس كلها، وهو كان مرض في الدم وكان الأنيميا. وقدرنا من خلال الحلقات السابقة قدرنا نوضح ما هي الأنيميا، وقدرنا نوضح طرق علاجها المختلفة. وكان ضيفي في هذا الحلقات السابقة وضح بعض الأمور المهمة في أمراض الدم. وخرجنا من الحلقات السابقة بحاجتين هو أبرزهم وضحهم للسادة المشاهدين، وهو إن لازم عند قراءة التحليل الدم الخاص بالهيموجلوبين لازم الطبيب المعالج يوضح ما هي المشكلة بالضبط وليس نسبة الهيموجلوبين. وأيضا خرجنا من الحلقات السابقة مع الدكتور جمال إن مش كل أنواع الأنيميا تاخد حديد، بعكس ان في بعض حالات الانيميا لازم منها نتخلص من الحديد. النهارده موضوع برضو هنكمل حلقاتنا السابقه مع ضيفي وصديقي العزيز الدكتور جمال الدين محمد، استشاري امراض الدم وزرع النخاع. شرفتنا يا دكتور في بقيه حلقاتنا المتواصله، وان شاء الله تبقى سلسله هايله ان شاء الله. الحلقات السابقه حضرتك بسطت ووضحت وابرزت يعني قصة الدم، وازاي كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح بتلعب دور هام في حياة الإنسان، وتطرقنا لبعض المواضيع المهمة منها زرع النخاع والكلام من ده. بصراحة أنا عن صفحتي الشخصية جالي SMS كتير بيشيدوا بهذه الحلقة، فإن شاء الله النهاردة برضو هنواصل إن احنا نبسط للسادة المشاهدين الموضوع الجديد اللي هو أمراض الدم الوراثية، وبرضه هندخل في الزاوية بتاعة زرع النخاع على أساس إنه تقدم علمي مذهل. طبعا يا دكتور احنا دايما في حلقاتنا المميزة معاك بنقدم فيديو ظريف كده في الأول عشان الحلقة تبقى شيقة وحلقة كده بسيطة للناس، وبعد كده بنتكلم معاك وحضرتك هتبقى تعلق على الفيديو. فريق الإعداد الفيديو جاهز؟ طيب، في بداية الأمر يا دكتور احنا هنتكلم على تفصيل هذا السائل الحيوي الأحمر الذي يمر في جسم الإنسان. تمام. احنا كنا قبل كده الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على السائل الحيوي فعلا، وقلنا عليه ده سائل الحياة، لأن طبعا من غيره لا تستقيم الحياة بكل السبل. وقلنا ان في 3 مكونات رئيسيه ربنا سبحانه وتعالى خالقها وليهم دور مهم قوي في الحياه، وهي الجيش المناعي اللي هي كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء اللي فيها الهيموجلوبين اللي بياخد الاكسجين من الهواء وبيديه لانسجه الجسم وبيخلص الجسم من ثاني اكسيد الكربون للهواء برضه. واتكلمنا على الصفائح وفائدتها ان هي دي اللي بتمنع من النزيف وبتقي من النزيف لما الواحد بيتخبط، لما الواحد بيعمل اي فعل عنيف او حتى بيكح. النهارده كنا عايزين نعمل ضوء شويه على امراض الدم الوراثيه. طبعا هي ما تقضيهاش حلقه ولا 2 ولا حتى 10، لان احنا لو مسكنا كل عنصر من عناصر الدم ال3 الرئيسيين كل دول بيصابوا بامراض وراثيه، ولكن هنقول بشكل عام ان ايه الفرق بين المرض الوراثي والمرض المكتسب. ان المرض الوراثي ده عاده بيكتشف في سن صغير جدا، لان هو الطفل ويصح نقول الطفل حتى مش الانسان، لانه معظمه طبعا بيبان في مرحله الطفوله لانه مولود بيه، بيبان في سن صغير. قصه زرع النخاع اللي ان شاء الله برضو هنجيب سيرتها فتحت امل كبير قوي في الامراض الوراثيه اللي بتصيب معظم مكونات الدم، سواء بقى حاجات خاصه بالانيميا، سواء حاجات خاصه بالمناعه او بالصفائح الدمويه. طب دكتور، في بدايه حديثنا الفيديو جاهز؟ طيب فريق الاعداد جهز الفيديو، هنشوف الفيديو مع بعض وسعادتك تعلق عليه. اتفضل. طبعا دي كرات الدم الحمراء طبعا واضحه، وزي ما قلنا هي عباره عن شركه نقل ربانيه وظيفتها زي ما قلنا انها بتاخد الاكسجين من الهواء وبتديه لجسم الانسان. هيبان دي برضو كرات الدم الحمراء مركز عليها. طبعا هي بتبقى موجوده نسبتها بالملايين، يعني يمكن اكبر نسب الخلايا الموجوده كرات الدم البيضاء دخلنا دلوقتي على البيضاء نسبتها بتبقى بالالاف. وكرات الدم البيضاء دي بتبقى عيله كبيره، يعني كرات الدم الحمراء هي عيله واحده، هي كرات دم حمراء اسمها اللي هي الريد بلاد سيلز. انما كرات الدم البيضاء دي فيها منها حاجه اسمها الخلايا الليمفاويه الليمفوسايت، وفي حاجه اسمها السيجمنتد سيلز وبيزوفيلز وانواع كتيره. كده احنا شايفين كرات الدم الحمراء يا دكتور دي ماشيه دلوقتي تاخد بالظبط، بتاخد الاكسجين. هنا المنشأ يا دكتور؟
المنشأ بتاع الدم كله بيبقى من الخلايا الام اللي هي الخليه الجذعيه اللي موجوده جوه النخاع العظمي. والنخاع العظمي ده هو المصنع اللي بيكون كل مكونات الدم بالكامل، سواء كرات الدم البيضاء او الحمراء او الصفائح الدمويه، عن طريق خلايا ام موجوده. وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى عمل فيها صفه جميله جدا، وهي ان الكرات او الخلايا الجذعيه دي قبل ما بتبتدي تدي كرات دم حمراء او بيضاء او صفائح بتنقسم هي نفس الشكل، والواحده منهم هي اللي بتمشي في المسار والثانيه هي اللي بتكمل، سواء بيحصل لها حاجه اسمها ديفرنشيشن، يعني تتشكل، يا تتشكل قدام حمراء او صفائح او لان لو ربنا سبحانه وتعالى ما عملش الخاصيه دي اللي احنا بنسميها سيلف رينيول او بالعربي التجدد الذاتي، او هي بتجدد نفسها بنفسها، كان مجموعه الخلايا الجذعيه اللي ربنا خلقنا بيهم اول ما اتولدنا كلهم هيتحولوا كرات دم حمراء وصفائح وكرات دم بيضاء، وما يبقاش في حاجه ثانيه وتخلص لان طبعا احنا يعني كل الخلايا دي سواء الحمراء او الخلايا المناعيه او الصفائح ليها عمر بيختلف طبعا، بتوصل ل 120 يوم بالنسبه للصفائح الدمويه، وبتبقى حوالي 7 ايام او 10 ايام بالنسبه سوري 3 شهور دي للحمراء و7 ايام او 10 ايام للصفائح الدمويه، فبالتالي ليها عمر بتنتهي، لازم يكون في مصدر ثاني اللي هو بيطلعها من جديد. فبالتالي المصدر ده هو النخاع العظمي اللي هو المصنع عن طريق حاجه اسمها الخلايا الجذعيه. وطبعا في برضو من سنين قليله فاتت اكتشفوا حاجه اسمها الستيم سيل بلاستيستي، اللي هي قدره الخلايا الجذعيه دي مش بس انها تدي كرات دم حمراء وصفائح ده ليها قدره انها ممكن تدي خلايا تشابه القلب، تشابه الاعصاب، تشابه الكبد. فابتدينا نستخدمها ان احنا نزرعها في القلب المريض او الكبد المريض او الجهاز العصبي، تتشكل حسب تشكيل بالظبط. لقوا العلماء ان هي لما بتتحط في الوسط بتاع مثلا خلايا القلب بتبتدي تتغير شكلا ووظيفه انها تبقى خليه قلب وتعمل زيها زي خليه القلب، او خليه كبد او خليه كبد اعصاب او ساعات كمان في اللي هي امراض الغدد الصماء زي بيعالجوها دلوقتي بيها السكر كمان، هي ساعات ممكن تزرع في البنكرياس وتاخد نفس شكل خلايا البنكرياس وتبتدي تنتج الانسولين. فبالتالي يعني في برضو افاق في موضوع علاجها لمرضى السكر. يعني احنا بنخرج من الموضوع ده على اهميه الخلايا الجذعيه طبعا اللي هي موجوده في نخاع العظام، وهي قدره ربنا حاطط انها تتشكل وتصنع وتثبت في عددها وفي مكانها، بحيث يعني قبل ما بتتشكل اي شيء بتنقسم الاول عشان تعمل احتياطي وبدل الاحتياطي بتاعنا بيخلص والكلام يعني ما عملناش كده في مصر، يعني الاحتياطي بتاعنا بنوديه بره واحنا عمالين وبنفقد حاجات كتير قوي من الاحتياطي بتاعنا. طب يا دكتور برضو عشان موضوع حلقتنا يبقى فيه برضو نوع من المرونه، عايزين نعرف الساده المشاهدين ما هي امراض الدم الوراثيه. طيب بما ان انا عندي مكونات رئيسيه باذا بتنقسم لامراض بتصيب الجهاز المناعي بيتولد بيها الطفل، وامراض بتصيب الجهاز او كرات الدم الحمراء، وامراض بتصيب الصفائح الدمويه. طبعا هم كل فئه من دول انواع كتيره جدا، ولكن من اشهر طبعا خلينا نتكلم في الحاجات اللي ممكن بنشوفها في مصر كتير، وهي الامراض الدم الوراثيه الخاصه بكرات الدم الحمراء، واشهرهم انيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجليه. خلينا نقول ان اساسا كرات الدم الحمراء دي عشان تفضل بهذا الشكل وتقوم بوظيفتها محتاجه عناصر كتيره قوي تساعد على ده. بمعنى انا عندي الهيموجلوبين اللي هو السائل الحيوي موجود جوه كرات الدم الحمراء، فبالتالي محتاج ان انا احافظ عليه جوه كرات الدم الحمراء بدون ان يخرج براها. عشان يفضل جوه كرات الدم الحمراء محتاج انزيمات معينه بتحافظ على الجدار ان يفضل ما يتكسرش، بالاضافه ان لازم الهيموجلوبين ده نفسه جوه كرات الدم الحمراء يكون سليم، لان لو حصل ان هو وراثيا حصل مشكله في تصنيع الهيموجلوبين ده بنسميه انستيبل هيموجلوبين. يعني ايه انستيبل؟ كلمه انستيبل يعني غير مستقر، فبيبقى هيموجلوبين مش مستقر فبيبقى عرضه للتكسير. دي مجموعه من الامراض الوراثيه، في بنقسمها ل3 اقسام كبيره. قسم خاص بالانزيمات بتاعه كرات الدم الحمراء، اشهرهم اللي هو اتكلمنا عن الحلقه اللي فاتت باستفاضه اللي هو الفافيزم G6PD. في حاجه برضو تحتيه بس اقل شويه اسمه بايروفيت كاينيز ديفيشنسي، بس ده ما بنشوفوش كتير، ويعني الاكثر هو طبعا الفافيزم اللي هو انيميا الفول. ده من ناحيه الانزيمات. التقسيمه الثانيه بنسميها هيموجلوبينوباثيز، يعني امراض بتصيب الهيموجلوبين نفسه فقط بالظبط، ودي متقسمه لنوعين كبار. نوع خاص بنسميه كواليتيتيف يعني نوعي، ونوع كوانتيتيف كمي. يعني ايه الفرق؟ لما اجي اقول ايه الفرق بين انيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجليه، الاثنين في مشكله في الهيموجلوبين. فانيميا الخلايا المنجليه ودي برضو مشهوره، ويعني المريض بتاعها الله يكون في عونه بيعاني من حاجه بنسميها كرايسيس اللي بتسبب بلغه الدرجه الكريزه، الام وقد تيجي جلطات ده بيبقى ديفكت او عيب في نوع الهيموجلوبين. في حصل طفره جينيه ادت الى ان الهيموجلوبين اللي جوه كرات الدم الحمراء
اتغير طبيعته، فبنسميها كواليتيتيف، الكواليتي النوع نفسه اتغير. لما نيجي لانيميا البحر المتوسط، رغم ان قبل ما نوصل بقى مين نوصل الانيميا المنجليه برضو عشان نوضح للساده المشاهدين حضرتك الشكل الخليه نفسه بيتغير. بالظبط، بيتغير ليه بقى؟ بيحصل طفره جينيه معينه. احنا يمكن بصوره مبسطه في حاجه مواد العموم اللي في الدنيا، في حاجه اسمها هيدروفيليك وهيدروفوبيك. كلمه فيليك يعني بيحب، فوبيك بيخاف، هتقول لك فوبيا. المفروض ان اي بروتين في الدنيا متكون مجموعه احماض امينيه. اللي بيحصل ايه؟ ان ضفيره من ضفاير الهيموجلوبين بيحصل طفره في الجين اللي بينتجها، فيتغير من الحمض الاميني ده لحمض تاني بنسميه هيدروفوبيك. المفروض ان الهيموجلوبين كله حاجه اسمها هيدروفيليك، يعني مفيش عنده تنافر بينه وبين الميه. لما بيحصل هذا الطفره يتغير الامينو اسيد ده او الحمض الاميني، يتحط حمض اميني تاني، اترجم ترجمه مختلفه. فاللي بيحصل ايه؟ اول ما العين ده يتحط تحت ضغط المقصود بيه ستريس، يعني حراره او انفكشن، اصابه بكتيريه، راح في حته عاليه قوي بنسميها اللي هو لو اوكسجين تنشن، حاجات بهذا المنظر، يبتدي كرات الدم الحمراء عشان هي بتغير طبيعتها تبتدي تتشكل على شكل المنجل. عشان كده جاء من اسمها المنجليه، على شكل نفس المنجل بتاع الحقل اللي هو الفلاحين واللي هو المشكله بقى ان هي لما بتتغير وتاخد شكل المنجل تبتدي ممكن تلزق في بعضها. تمام. فتبتدي تعمل جلطات. معروف ان الجلطات بتيجي من الصفائح تتجمع مع بعضها في الاوعيه الدمويه الصغيره، ممكن بقى كرات الدم الحمراء نفسها تتكدس من شكلها اتغير وتبتدي تعمل جلطات، ودي المشكله الكبيره. هل هو ده العرض الاساسي اللي بيشتكي بيه عيان الانيميا المنجليه، الالام اللي هي مبرحه في الاطراف؟ ده نتيجه الجلطات. ممكن بقى تيجي في العظم بتعمل الام مبرحه في العظم، والاخطر منها في بعض الاحيان بتيجي في الصدر. ده اساسي اللي هو الالام المبرحه دي. طبعا. زائد بقى طبعا اللي هي الاعراض الانيميا العاديه اللي هي الشحوب والاصفرار نتيجه التكسير. الاصفرار بيبقى موجود في اي انيميا تكسيريه. تمام. انما مثلا ما بلاقيش الاصفرار موجود في انيميا نقص الحديد. تمام. ليه الانيميا التكسيريه؟ لان انا بكسر الهيموجلوبين، ومن ضمن المكونات او من ضمن زي ما بنقول الفضلات الويست برودكت حاجه اسمها الصفراء اللي هي البيليروبين. فاي انيميا هتتسبب ان كرات الدم الحمراء بتاعتي تتكسر، هيبقى فيه مع الشحوب اللي هو بتاع الانيميا العادي ممكن تلاقي ارتفاع نسبه الصفراء. والمرضى دول للاسف عندهم كمان مشكله ثانيه، عندهم عرضه قوي لتكوين حصوات مراريه، لان هي طبعا بتتشكل من البيليروبين ده اللي هو نسبه الصفراء. نخش بقى على الانيميا اللي هي السيليسيميا اللي هي انيميا البحر المتوسط. رائع. احنا قلنا ان الانيميا المنجليه دي عباره عن تغيير او تشوه في نوع الهيموجلوبين. لا، انيميا البحر المتوسط النوع ما اتغيرش، لكن كم بيتغير. ربنا سبحانه وتعالى خالق الهيموجلوبين دي عباره عن 4 ضفائر، ضفيرتين اسمهم بيتا وضفيرتين اسمهم الفا. ده الهيموجلوبين الطبيعي اللي المفروض لو موجود في جسم البني ادم بيعيش بصوره طبيعيه، بياخد اكسجين من الجسم من الهواء بطبيعه وبيخرج بطبيعه. لما نيجي للثلاسيميا في منها نوعين بيسموا على حسب اني من الضفائر دي فقدت. لو انا فقدت ضفيره من البيتا او ضفيرتين بقى اسمها بيتا ثلاسيميا او انيميا البحر المتوسط البيتا. لو انا فقدت من الالفا يبقى من الالفا. فبالتالي انا ما عنديش تشوه في نوع الهيموجلوبين اللي اتغير او اللي فقد، ولكن عندي نقص في كميته. طبعا المشكله الرئيسيه بتبقى ان طالما الهيموجلوبين نفس القصه ما بقاش هو الطبيعي، فبالتالي بيبقى انستيبل او قابل ان هو يتكسر. المشكله الثانيه ان هو قدرته على انه ياخد الاكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون، الكلام ده برضو بتبقى مضطربه لان هي حصل خلل في تركيب الهيموجلوبين. سواء انيميا البحر المتوسط او سواء الانيميا الخلايا المنجليه، دي امراض وراثيه الطفل بيتولد بيها. في بعض الحالات النادره في الثلاسيميا، بس دي حاجه يعني نادره جدا جدا انها تيجي مكتسبه مع بعض خلل في وظائف النخاع، ودي حاله نادره جدا. تمام. علاجها الرئيسي والفعلي هو عمليه زرع النخاع. تمام. قبل ما نتطرق بقى لزرع النخاع، لان هناخد ان شاء الله نص الحلقه بتاعتنا النهارده في زرع النخاع، ودكتور جمال هيتفضل بتفصيل هذا الموضوع وتبسيطه للساده المشاهدين. بننوه للساده المشاهدين ان ارقام التليفونات موجوده على الشاشه، اللي يحب يتصل عشان نقدر نبسط له المعلومه، ولو كان هو في شكوى حتى تتعلق بامراض الدم عامه هيوضحها لنا الدكتور جمال. طب يا دكتور، احنا لما اتكلمنا على الانيميا عامه وقدرنا نفرق بين 3 انواع، قلنا في الفافيزم وقلنا